بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لكم جميعا أصدقائي وأحباب العمدة بيومي، على بركة الله وبفضله، ويا رب استرها معانا إن شاء الله. أول واحد في المنطقة أو في المركز أو في الناحية اللي هو فيه يزرع برسيم، وهو العمدة بيومي. أول واحد الحمد لله. نزرع برسيم رغم الناس كثيرة حذرتني، قالت لي لا مش هينفع، ولكن الحمد لله معانا الإمكانيات بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى، لأنه اللي مخضر ربنا. العبد ما عليه غير إنه يكافح ويتعاون. وأنا الحمد لله زي ما أنتم شايفين كل الاتجاه قسمت القرعة دي على نصين، إن شاء الله نص قائم على زراعة الفول ويا رب يباركني، والنص الثاني إن شاء الله برسيم ورشيناه النهاردة الصبح. فيا رب اكرمنا إن شاء الله، ويا رب ساعدني على الكفاح، وساعدنا على العون في الزراعة والكفاح في الأرض. الحمد لله الصبح مع الناس اللي معايا اللي واقفة مع العمدة بيومي، ربنا يديهم الصحة. دول ما نعتبرهمش عمال شغالين معاي، ولكن نعتبرهم أهلي وناسي، اعتبرهم ظهر وسند لي، واقفين معايا خطوة بخطوة ودقيقة بدقيقة. عاملين انه انا ابنهم، وهم واقفين طبعا زي ده زي ما شايفين. ده الاتجاه اللي هيقوم عليه الفول، والاتجاه الاولاني اللي انا وريته لكم ان شاء الله برسيم. ان شاء الله بكره باذن الله الفول هنتجهه بغز الفول بفضل الله. بكره ان شاء الله، بكره بغز الفول، وان شاء الله اليوم رشينا برسيم، وان شاء الله دينا زي ما انتم شايفين المي وهنروي الارض. ادعوني انه ربنا هو اللي مخضر، ادعوني انه يبعد عنا الناس الحاقدة والناظرة، ابعدوني انه نحن بنكافح من اجل عيشتنا ومن اجل اولادنا ومن اجل مصلحتنا، من اجل انه نخلي اولادنا يبقوا كل حاجة متوفرة، بعدين عن الحرام، بعدين عن اي شيء غلط، بعدين عن اي شيء يضرني، كله في مصلحتني وفي مصلحة اولادني. غير كده احنا ما ماشيينش في طريق الغلط، كل حاجة في كفاحنا وفي ارضنا. ولكن تحياتي لكم ان شاء الله العمدة بيومي، يا رب ساعدني انه نطلع حاجة افضل، ويا رب هو اللي مخضر. العبد ما عليه غير انه يساعد ويوقف، وبفضل الله كل حاجة ان شاء الله. ادعوني انه ما يخيبش املنا ربنا بفضل الله، انه زرعة البرسيم زرعناها بدري وتكون نتيجة صالحة بفضل الله. يا رب ادعوني، ويا رب اوقف معاني. وتحياتي لكم، وان شاء الله زي ما انتم المساحة كبيرة، المساحة قايمة على فدان مقسوم نصه برسيم ونصه فول. ساعدنا يا رب ومعانا يا رب، واللي معاه ربني عمره ما يغلب، واللي معاه ربني اكيد هيساعده في حاجات كتير، اكيد هيوقف معاه في حاجات كتيرة. تحياتي لكم العمدة بيومي، وانا بحبكم من كل قلبي، وهو اللي مخضر ربني، وربنا يساعدني عشان احنا بنكافح من اجل اولادنا ومن اجل عيشتنا ومن اجل زرعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.